السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بيكم في فيديو جديد. شايفين قبات الكنافة اللي بالجيلي ده؟ قبات تحفة ترطب على قلوبنا كده في أيام الحر اللي جاية دي. عملتها بطريقة سهلة هتعجبكم إن شاء الله. والوقتي قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معكم ماجدة عبد الرازق مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. ده عندي نص كيلو كنافة، كنت حطاه في الفريزر لغاية ما يتلج. بعد كده بعمله بإيديا، بفركه بإيديا كده لغاية لما يبقى ناعم خالص. ممكن لو حابة تعمليه في الكبة، بس يعني ده أسهل، يعني نوفر كهرباء ونوفر الكبة. تمام. شايفين بقى ناعم ازاي بالشكل الجميل ده؟ تمام. بعد كده هجيب نص كوباية سمنة سايحة، ويفضل ان هي تكون بلدي. وهحطها على الكنافة وهقلب كله مع بعضه بحيث ان الكنافة كلها تتشرب من السمنة. تمام. شايفين المنظر الحلو ده؟ بعد كده بما ندعكها كلها مع بعضها هندخلها الفرن. طبعا بيكون مسخنين الفرن من قبلها. دخلتها شوية الفرن، بدأت يدوبك تصفر، رحت مطلعاها واقلبها كده علشان كله يتحمر مع بعضه. واحاول اقلب كده وافرد بالمعلقة عشان لو عندي اي تكتلات كله يتفرد مع بعضه. طبعا انا كنت قللت الكمية لان انا حسيت ان هي كمية كبيرة على الصينية، فاخدت جزء في صينية تانية. اوكي. شايفين كل شوية افتح على الفرن، اطلع الصاج اقلبه، واقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. شايفين بدأت تصفر معايا ازاي لغاية ما اشوف اللون الجميل اللي انا عايزاه. انا حبيت اوريكم طريقة التحمير، لان في ناس بتبقى كانت عايزة طريقة تحمير الكنافة، فانا وريتها لكم يعني كلها يعني. تمام. من اول ما حطيناها في الفرن لغاية ما تشوفوها وهي متحمرة. شايفين لو في اي حاجة تكتلات ولا حاجة بضغط عليها بالمعلقة كده بظهر المعلقة، كله بيتفرد معي. وارجع ادخلها الفرن واطلعها برضو لغاية اما كل الكنافة تتحمر معي. طبعا الكنافة المحمرة دي بتتعمل بكذا طريقة. شايفين ما شاء الله بدأت تتحمر معايا ازاي؟ اللون الذهبي الموحد. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة. طبعا الكنافة المحمرة دي بتتعمل بكذا طريقة. معظم الوقت بقى كله شغال بيها يعني، لان هي بتبقى سهلة ونتيجتها مضمونة. تمام. تتعمل بالنوتيلا وبالجيلي وبالاوريو واللوتس، بتتعمل بوصفات كتير قوي. شايفين بقى اخدنا اللون الذهبي الجميل ده؟ شايفين بقت عاملة ازاي؟ احنا النهاردة هنعملها بالجيلي ان شاء الله. نقعد نقلب كده. الكنافة شكلها تحفة وريحتها روعة. السمنة البلدي طبعا عاملة شغل جامد. نقلب كده اللي فوق تحت. خلاص كده عندي خلاص. بعد كده هعمل الكريم شانتيه. عندي البولة فيها سكر بودرة ومعلقة كريم بستري او بستري كريم، ونص كوباية بودرة كريم شانتيه الخام، وعندي هنا كوباية مية متلجة. شايفين متلجة ازاي؟ عشان تدينا نتيجة كويسة. طبعا دي عشان خام فانا بحط لها سكر. تمام. ونقلب بالراحة كده على سرعة هادية، وبعد كده نبقى نعلي السرعة. اوكي. شايفين عندي الكريمة بدأت تتماسك ازاي وتتقل لغاية ما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه.
طبعا السكر ده بيبقى حسب الرغبة. تمام. وصفة سهلة وجميلة، جربوها تعجبكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله قوام الكريمة بقت عاملة ازاي؟ تحفة. بعد كده عندي هاخد جزء من الكنافة اللي انا حمرتها، وهنزل عليها بمعلقتين شربات او عسل نحل، ونقلبه مع بعضه. وانا عندي هنا مجهزة الكبات اللي فيها الجيلي. عملت الجيلي ده ازاي؟ عندي باكو جيلي عليه كوبايتين مية. احط كوباية مية مغلية على النار، ولما تغلي هنزل فيها بباكو الجيلي واقلبه. لو عايزة سكر احط فيه سكر. بعد كده هحط عليه بكوباية مية عادية علشان ايه؟ يبرد لي ايه الجيلي. بعد كده اما تهدى عفوا، بعد كده اما يهدى هروح مفضياه في الكبات دي، لان مش هنزل بالكبات دي والجيلي سخن. تمام. واسيبها بقى لغايه اما تجمد في التلاجة. لما تجمد هطلعها وهنزل عليها ايه؟ بالكنافه. يعني طبقه جيلي وطبقه كنافه. هحط حوالي 3 معالق كنافه من اللي احنا محمرينها. شايفين بتدينا بصراحه شكل تحفه. بعد كده هجيب كيس الحلواني ده، احط فيه القمع بتاع كريم شانتيه، ونزين بقى ايه؟ نحط كريم الشانتيه. شايفين ما شاء الله الطبقات عامله ازاي؟ تحفه، تنزل على القلب ترطبه على طول. بعد كده نزينها بقى. لو حابين نزينها بفراوله نزينها بفراوله. انا هنا زينتها باللي هو الكريز بتاع الحلويات. كريز الحلويات اهو زينتها بيه. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وصفة تحفة وسهلة وهتعجبكم ان شاء الله. وصفة تحفة وطعمها تحفتين. وصفة النهاردة خلصت، لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. كنت معكم مجد عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. مع السلامة.